أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله حسن البداية ونسأل الله حسن النهاية. بدأ فضيلة الشيخ رشيد مقدمته اللطيفة بأن ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بتاريخ اليوم، يوم الخميس، هو الأول من محرم، من شهر محرم 1437 الموافق ل 15 أكتوبر 2015. تكون البداية إن شاء الله تعالى بشرح مختصر العلامة خليل. بالمناسبة يعني أؤكد ما قاله فضيلة الشيخ أن النية كانت معقودة في المدينة المنورة في هذا رمضان الماضي، بالضبط يوم 25 رمضان 1436، يوم الأحد 25 رمضان 1436 الموافق ل 12 جويلية 2015 على الساعة 8:55 بالضبط. اتصلت بالشيخ رشيد هاتفيا، عرضت عليه الفكرة، وافق عليها دون تردد، وهو يقول: قال: اقشعر جلدي فرحا بشرح مختصر سيدي خليل وأنا مستبشر بذلك. هذه كلمات فضيلة الشيخ رشيد جزاه الله خيرا، مشجعا وداعما وداعيا ومباركا لهذا المشروع. نسأل الله التوفيق. مثلا شرح مختصر سيدي خليل الساقي إن شاء الله الدرس مزوارو. الدروس ساذيلين كل 15 يوم، الخميس بالخميس إن شاء الله تعالى. الخميس هذيلين، الخميس وايض خاطي، وهكذا. إلى قد نزريت مثلا ذي البداية مقدمة حلقة اليوم، الحلقة الأولى، نبين أهمية التفقه في الدين. سمعت الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين يبغى ربي الخير أسلف كثام سنين نغسلف كالفقه ذي الدين. وما دير كلمة الدين معناه شامل: عقيدة، عبادة، شريعة، أخلاقا. الدليل ذي سورة المائدة، ربي ناد: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين قد اكتمل في 4 جوانب أساسية: الجانب العقدي، أي نشد الإيمان والعقيدة. الجانب والسين، جانب العبادات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الجانب الثالث الجانب المعاملات، الجانب التشريعي، الجانب الشرعي، كما قال القرآن في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجانب الرابع الجانب الخلقي التربوي الذي به مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الدين قد اكتمل. إذن ونوم يبغى ربي الخير يتفقه في الدين. لا شك أن من أسباب التفقه في الدين يعني عقد مجالس العلم وحضور مجالس العلم. ورزميرا فنادم ما كاين هذه السنة الدين كان هكا، هذه تصار الصبح هذه يرقو كاين السنة خاطي إلى العثاف، إلى عواز، إلى بلاد ما يضحي سلوقثيس، سلجهديس، إلى آخره، باش هذا يوض إلى الفقه في الدين. نقطة أخرى دائما في المقدمة: أهمية دراسة أمهات الكتب وعيون المصادر. لعلكم تلاحظون في كل مرة يعني تحضر معنا بعض الكتب حاضرة،
باش نظر باللي في كتابين دائما ساعة القيمة. غاس التكنولوجيا متطورة، ثورة الانترنت، فلاش ديسك، كل شيء. لا الإعلام الآلي والتطور التكنولوجي الهائل يسر هذا الأمر، تحصيل المعلومة، ولكن لا يمكن الاستغناء عن أمهات الكتب. لا يمكن إطلاقا الاستغناء عن أمهات الكتب وعيون المصادر والمراجع، لا يمكن. لذلك مثلا كي نتكلموا عن صحيح البخاري طبعا تكون عندنا إشارات للبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والموطأ ومسند الإمام أحمد ومستدرك الإمام الحاكم، يكون عندنا تواصل مع هذه الأمهات. ما يليون هذه غير صحيح البخاري طبعا بعد كتاب الله عز وجل. أولا هو معرفة وقراءة الكتاب، الذكر، النور، القرآن الكريم، ذا مزوارو بالدرجة الأولى، والعلوم التي تخدمه، علوم القرآن من علم أسباب النزول، من علم المحكم والمتشابه، من علم الناسخ والمنسوخ، من علم كل العلوم التي تخدم القرآن الكريم. وكذلك السنة المطهرة اللي هي المصدر الثاني بعد الكتاب، بعد القرآن الكريم، ذا شوث السنة النبوية. السنة النبوية أن من مصادرها، من الكتب المعتمدة، من أمهات الكتب، كتاب البخاري، مرنس البخاري. والحمد لله سيد البخاري راه يدرس في كثير من المساجد، بل في كثير من الجوامع والجامعات في العالم. وكذلك صحيح مسلم، وكذلك مسند الإمام أحمد، وكذلك سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، يعني وموطأ الإمام مالك، هذه الكتب. وكذلك الكتب الفقهية كتاب المغني لابن قدامة، وكتاب التمهيد لابن عبد البر، وكتاب الاستذكار لابن عبد البر، وكتاب مثلا ابن حجر العسقلاني، الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو كتاب بلوغ المرام. كتب يعني لا يمكن الاستغناء عن هذه الكتب. ثريث مثلا سمحتي ذين قريحا أن في السا في كتابيناكي تصق مذال سنتفكينا القيمة، ولاش القيمة سنتفكينا القيمة. ماشي كان إما قراءة دراسة أو تدريسا، يعني قليل من الناس اللي راهم يدرسوا هذه الكتب، وقليل من الناس الذين يدرسون ويشرحون هذه الكتب. سمحتي العصر الذهبي في تاريخ الإسلام عصر انتشرت فيه الحلقات العلمية في كل مكان، مثل النحل، يعني الصلدي الصوت نسل، مثل أزيز النحل أمزيزوا الله يبارك، في معمرين صغارين في القرآن، صغارين في السنة، صغارين في المتون. ندير لكم إشارات اليوم إلى بعض هذه المتون في الجوامع، في المعاهد إلى آخره. ولكن الساقي سمحتي مثلا هذا الخير أصبح ضئيلا وأصبح ضحلا، ضعيف. ميلا الحلقة العلمية توقفت، أجمعت الخرشيرين أملع وانصرني ميلا كاون قرن ذين ما قرن لعوانصر، قرن ثليوة ولا شمان، وذين قرح نطاس ماشي ذين يسهلنا مثلا، ماشي ذين صفراحا ذين سقراحا. ولكن إن شاء الله تعالى نجتهد بالتعاون جميعا من أجل تحقيق هذا المقصد، هذا المراد، اللي هو شرح مختصر العلامة سيدي خليل. دائما في المقدمة نتحدث عن المتون. مادام كنا نشرح مثل من المتون،
المتون ساكيكم دوريغ كتاب سي كتابين زيه ثورة ولفنا الغاشة توالين مثل هذه الكتب، كتب الصفراء، الكتب الصفراء في كذاكي إن شاء الله تعالى. كل حلقة أنسعوا على الأقل كتاب نغ أكثر أذي لي يذنغ إن شاء الله تعالى. الساقي إلا يذنغ هذا الكتاب القديم، طبعا لم يطبع في المطابع الحديثة العصرية، كتاب قديم. هذا الكتاب حاوي للمتون، والمتون قد تكون نثرا وقد تكون نظما، المتن المنثور والمتن المنظوم. أكون شرح ذا شو مقارن المتن أتفض يونس مسناوان هذه غير في كتابين مليح، هذه غير القرآن، السنة، هذه غير كل الكتب الصحيحة، السنن إلى آخره، الجوامع، وهذه غير الموطئات، وهذه غير المسانيد، وهذه غير المعاجم، وهذه غير السنن، وهذه غير المستدركات. ذي العجب أبرغ يخدم خلاصة. أم زيزوة سوا في زيزوة يثمثن أضروح نسي ذرار سيث بحير ثرثايض سقو ذرار غروايض أشحال لي كيلومتر، أشحال لي عثاب، أشحال من بعد أغد فكنت ثمنت. هذه المتون مثل عسل النحل، أم ثمنت تزيزوة. وكذا قيل الشيخ نغزيه أثنحفظا أمامان باش نزرس نرتجميت إذ الشيخ نغي مزورة أكل ملان. الشيخ رشيد توري في ذلك الشيخ عمر إمام هذا المسجد الثلاثي يعفو ربي، الشيخ عمر هدام. الجامعة قيت يسمى في ونسي الشيوخ المنطقة اسمه الشيخ الرزقي الشرفاوي الأزهري، ذي ونسي الشيوخ سي شرفان بهلول يغريت معمرين تمورث النار. أم بعد يسعى الهمة، صاحب همة عالية، يروح الأزهر الشريف شحال سنين يقعش دينا، يغال أستاذ معلم ذي الأزهر الشريف. وكان سيدي يوسف سي شرفان بهلول سي عزوز سي عزازكا يروح الأزهر الشريف القاهرة، صار عالما جليلا. لانو قد يكتبن فلاس سيكسن يونسي الشيوخ الجزائر المعاصرين ذا مغارم القرآن، الشيخ محمد صالح الصديق الله يذكره بالخير وربي يبارك في عمره، يخدم فلاس كتاب في الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري. أطاسي قلان مثلا نسى أطاس إلا الشيخ المولود الحافظي، إلا الشيخ أحمد بن دريس ولو مسمان ثلاثة معمرث سيدي بذريس ذي إلولا. سيدي أحمد بن دريس واقي سي الشيوخ العلامة ابن خلدون، إلا يقار ناصر الدين المشدالي، واقي سي مشدالة البويرة، حاليا تزوز سابقا منطقة القبائل عموما والجزائر عموما خصوصا وعموما. واقي سيدا مزوارو يستوضد المتن ابن حاجب إلى الجزائر، سيدي سكشمان نصر الدين المشدالي، العلماء قرانا جماعة الخير. ولكن سمحتي هيدي نبذر إن شاء الله شوية هكا غير زداد، ولكن هكا إشارة باش نزر باللي إمزورة لان ذي مسنوان ذي العلماء يسعن تسمن في الدين وغران والصغران الدين. الكتابة يكون دنيا توالي مثلا مش روح مقرر مليح. وكا شحال موتوني قلنا ذاكي لانت في فنون كثيرة، منها إلا فن التوحيد والعقيدة أتصدقي مجموعة متون مثل متن الجوهرة أثيلا ذاكي، مثل متن الشيبانية أثيلا ذاكي، مثل متن الياجوري أثيلا ذاكي، وكذلك إلا فن مصطلح الحديث
لن تموتن في مصطلح الحديث. مثلا مثل متن البيقونية أثيلا ذاكي أتفضي فن علم الأصول، علم الأصول، أصول الفقه الإسلامي، أصول الفقه الإسلامي ويخدم القواعد استمزورة ذي الإمام الشافعي ذي أواسط القرن الثاني الهجري كتاب اسمه الرسالة أتفضي جمع الجوامع فذاقي جمع الجوامع في علم الأصول، فن علم الأصول، إلى وكذلك في فن الفرائض، علم الفرائض، إلى ذاقي متن الرحبية أثذاقي، إلى كذلك في فن النحو والصرف، فن النحو والصرف أشا تفضاقي متن الأجرومية استقبال قناة تجرومث زيكي ثمورث ناصكين الفاني يغرى تجرومث ذا قبيلي يغرى تجرومث يغالي تمسلاي تعرف مليح ماشي شويط أتي تمسلاي سلميزان عليين إلى كذلك متن ألفية بن مالك أثذاقي ذاك تفهم هذا تكتب تصور مثل تبركانت هذا، وكذلك الذي الفن ويض اللي هو ذاغي الذي متن لامية الأفعال، متن لامية الأفعال ما تفيض يون يسعى الدرجة علينا سقي ذي القراية ما يسلمتناقي لاباس بخير متن لامية الأفعال وقي ذي النحو والصرف، وكذلك ذي فن المنطق ذا غثاء ذاقي، وكذلك ذي فن البيان والمعاني والبديع، الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية والطباق والجناس كل شيء ثذاقي وذي اللغة العربية يعني العمق البلاغة إلى آخره، إلى كذلك فن التجويد، علم التجويد ثذاقي هذا انتي المتون يقول عندك نقول باختصار هذه هي المتون اللي موجودة في هذا الكتاب. الله أكبر صافي ماشي غريب ما تفهمي وزيك مغارني نزيك واقي يحفظيثني ياك عن ظهر قلب. أما من السقي بدون تعليق، السقي بدون تعليق. يلا مازال هذه المقدمة ثورة نهضر شوية في متون المالكية. متون المالكية نشم ذي المذهب المالكي اللي هو المذهب الغالب في الجزائر، المذهب المالكي أنوي مؤسسه الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني رضي الله عنه. ولد بالمدينة المنورة ودرس بالمدينة المنورة ودرس في المدينة المنورة وتصدر مجالس الإفتاء في المدينة المنورة بعدما أجازه 70 من علماء المدينة المنورة، فكانت الإجازة باش يتصدر الفتوى. أكثر من ذلك أن هذا العالم عالم المدينة مات بالمدينة المنورة ودفن بالمدينة المنورة. اسم إمام دار الهجرة الإمام مالك. مذهب المالكي إذن فيه مجموعة من متون المالكية وهي معروفة، متون المالكية كثيرة، أذكر على سبيل المثال لا الحصر. المتن مزوارو متن الرسالة لابن أبي يزيد القيرواني المالكي، الثمر الداني في تقريب المعاني، وقي كتاب الرسالة. هذا الكتاب متن ولكنه من المتن المنثور ماهوش من المتن المنظوم، متن منثور ذا النثر هذا. وقي الرسالة كانت تدرس في جوامع الجزائر عموما وفي منطقة القبائل خصوصا، ولكن صدقوني الآن الخبر محزن، لا نكاد نسمع بحلقة علمية
في شرح وبيان متن الرسالة لابن أبي يزيد القيرواني، لابن أبي زيد القيرواني. لا نكاد، شيء محزن للغاية ثقي. كذلك من الكتب عندنا إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك وقي ابن عسكر البغدادي. متن الرسالة حوالي 80 صفحة وقيد الشرح حوالي 80 صفحة، خلاصة ما كيمدنيغ أم ثمن تزيزوا. إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لابن عسكر البغدادي حوالي 98 صفحة 98 صفحة. إلى كتاب وقي كبير القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية لابن جزي وقي أكبر متن تقريبا 473 صفحة وقي مقر 473 صفحة القوانين الفقهية. إلى مختصر العلامة خليل وقال نشرح مختصر العلامة خليل، هذا هو مختصر العلامة خليل في حدود 209 صفحة، في حدود 209 صفحة. وكذلك من متون المالكية كاين عمدة الأعيان في معرفة فروض الأعيان لأبي زيد عبد الرحمن ابن أحمد الوغليسي. مقال الوغليسية ثاقي شحال 13 صفحة 13 صفحة، فكي خلاصة مركزة باش نفهم بالاختصار. الاختصار يا جماعة الخير هبة من الله باش يختصروا نيغاو دام تزيزوا أذفغ شمنتي ذالين تذورار روح انت البحاير باش غداوين الثمنت الخلاصة. متن العشماوية لعبد الباري بن أحمد العشماوي عدد صفحات أيضا 13 صفحة. متن العشماوية يسعى فقط 13 صفحة. إلى خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية وقيل أحمد بن تركي يسعى 36 صفحة من متون المالكية. إلى مختصر الأخضري لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري ويسعى 16 صفحة. إلى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك لأحمد الدردير، هذا ذاقي شرح من شروح، هذا ذاقي شرح الصغير أحمد الدردير يسعى 168 صفحة. ثاقي إشارة فقط إخواني الكرام إلى بعض متون المالكية، إلى بعض متون المالكية باش نظر باللي المتون ثوالا في هذا الكتاب الجليل الجامع لكثير من المتون أتفهم باللي اللان ذي الفقه المالكي ذي الفقه الشافعي ذي الفقه الحنبلي ذي الفقه الحنفي اللان، وذكرت لكم بعضها وذكرت أيضا بعضا من متون المالكية. ثورة نعم الوغليسي وقيسي ضواحي بجاية مع انتهى. بارك الله فيك على التذكير. سوف نسجل إن شاء الله تعالى باش نظهر المفاجآت ذا شو المفاجآت أنه أنا في بلي تصل العلماء إدجان تريكا ثم قرانت ذراو الجزائر ولنت مفاجآت ترافقنا إن شاء الله خلال هذه الحلقات العلمية. منها الوغليسي صاحب الوغليسية كيف مثل تمورسي بجاية ضواحي بجاية بني وغليس وهكذا. ونفذرد كذلك بعض الشيوخ الساقي باش نفك إشارة فقط باللي ثمورثنا تسعى الله يبارك أي الرجذم قرآن إدجان إمزورة. وقيا كل هذا الكلام في المقدمة. ثورا نبذو أولا ترجمة العلامة سيدي خليل. ثورا أدن مسلاي أغف سيدي خليل قبل أن نهضر في الكتاب أنا نهضر في الكاتب، قبل أن نهضر في المتن أو في المختصر أدن مسلاي فين ثيوران وني تكتبن اللي هو العلامة سيدي خليل بن إسحاق صاحب المختصر. ألف نسبه هو خليل بن إسحاق بن موسى
ضياء الدين الجندي، يلقب سيدي خليل بضياء الدين، اللقب ينس ضياء الدين. مرة قال الفقيه ضياء الدين معناه سيدي خليل، سيدي خليل. وقي من فقهاء المالكية بمصر، يلولد ثمورة مصر، من فقهاء المالكية بمصر. سيدي خليل بهذه اللغة القبائلية سيدي يمكن قال سيدي خليل. أول سيدي يجي قارنت الناس اللي عندهم شرف العلم، الذين بلغوا الدرجة السامقة في العلم. معناتها نزرب لي الجدودنا تساكن زال الشيوخ العلماء أسيدي سيدي روح على ثمورة النغاك باش فقط نختصروا في غير طول قوال دور داك الجزائر أتفضل ولاقي سيدي المقصود ينس ذي القدر ذي القيمة في كنس زال في كنس القيمة. واقي سيدي خليل يسعى القيمة غير ثمورة الجزائر، يسعى القيمة ثمورة القبائل، أما كان يسعى القيمة ذي ثمورة ذي بلاد المغرب الإسلامي عموما وذي إفريقيا ذي القيروان كذلك في الأندلس. يعني يسعى القيمة ثم قرانت شرح اسم مختصر خليل ذيو الكتاب يقتوسنن يقمشهورا ياكو ثمورة ياكي مرة. ثورة بان أدنى نهضر شوية شهادة العلماء عن سيدي خليل. أنظر ذا شو ذا والد النان العلماء في اللاس أدخثير طبعا كلام أطاس الشهادة أدخثير بعض منها إلى ابن حجر العسقلاني، الإمام القرافي، إلى ابن فرحون، إلى ابن مرزوق الحفيدي، أدذراك بعض ما تيسر من أهل العلم. يلا أدنى نهضر أشو دينا ابن حجر العسقلاني مديني الحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني من كبار العلماء، وقد ألف كتابا من أشهر الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مؤلفه جامعه الحافظ ابن حجر العسقلاني. وقيث مثلا ذي مسنوني مقرانا ذا شو دنان في سيدي خليل، ذا شو دنان في سيدي خليل. يناد كلام طويل ملخص. كان خليل صينا عفيفا نزها، كل يوم شو انت مغلي يقول هذيس ذا شو تسيل جهه يثي ديوالا ذا شو ذم اسديفكا. الامام السيوطي ايضا من كبار العلماء اشو دي نفس سيدي خليل يناد هو احد ائمه المالكيه، يونس الامام قرن المالكيه بالقاهره، وصاحب المختصر المشهور، صاحب المختصر المشهور. ويكمل وكان ممن جمع العلم والعمل والزهد، يسلك ثمسني أكذ الخدمة أكذ الزهد في الدنيا، يعني أستك الخارة الدونيث إرات تبحيث يزرع ذكس أين ريغلث ذي الأخرث أكا. ابن فرحون أيضا وقي من كبار العلماء أشو دينا في سيدي خليل إند كان صدرا في علماء القاهرة، يعني من نجمعنا كل علماء هو صدرهم، يعني يسعى غزال ذم قرآن الشانيس علي مجمعا على فضله، يعني يكون مسنون الزمان اني صرا اجماع بيناتهم بلا سقار نرقزاقي يسعى الفضل علين، يسعى القيمة علين. وديانته أستاذا من أهل التحقيق، أستاذا من أهل التحقيق، ثاقب الذهن، يفكاس ربي ذا العقل، يفكاس ربي ألاغ أم قرآن يتوالين سلقوة يكمل يناد أصيل البحث، مع انتهى
يسعى الأصالة في بحثه. اللغة المعاصرة يسعى المنهجية، لا ميثودولوجي، منهجية أصيل البحث، مشاركا في فنون من العربية، معنى تعرف أتقنها اسم تعرف، والحديث يعني علوم الحديث، وثلاثة والفرائض يعني علم الفرائض، فاضلا في مذهب مالك، فاضلا في مذهب مالك، صحيح النقل، صحيح النقل، مع نسميش ديوي أوال ذوال كل أول سوى زي سيث مثلا صحيح النقل. أنغال ابن مرزوق الحفيد ذا شو دينا في سيدي خليل كان من أهل الدين والصلاح، يعني متدين سليم الديانة وذي العفذ صلحا، من أهل الصلاح والاجتهاد، معنى بلغ درجة الاجتهاد في العلم إلى الغاية. وكي كلام ابن مرزوق الحفيد إنش والاجتهاد في العلم إلى الغاية، يعني نتسى ورزميرس دي حود، يعني شو الدرجة ينس. كذلك الإمام القرافي صاحب الفروق معروف، كان يسموني مقرانا الأقطاب. قال الإمام القرافي عن الإمام سيدي خليل إناد هو إمام عامل، إمام عامل، علامة، قدوة، حجة. العلامة القدوة الحجة بعد شو دينا جامع أشتات الكمالات بفضائله، بعد شو دينا حامل لواء المذهب المالكي على كاهله، يرفض لواء المذهب المالكي في ثياثيس. هذا الكلام له وزنه، حامل لواء المذهب المالكي على كاهله. جيم شيوخه سيدي خليل وري وضرك كان كالمستوى يجي المي لانه قال في الصغران يسعى الشيوخ في الصغران يسي سيمنا فريد يسي دينا النيس يثي عونان يثي ولهان يسي طفنافوس أطاس الشيوخ يسعى سيسا أدخثير منهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي المصري المالكي، وجي من كبار شيوخ الإمام خليل بن إسحاق. الشيخ وايض أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري، وجي من فاس الفاسي المعروف بابن الحاج، مثل الحاج ابن الحاج، وجي سي فاس، يعني اختار غد سين العلماء من كبار شيوخ الإمام سيدي خليل. دال تلاميذه وكذلك غران في سيدي خليل أطاسي قلان أدخثير منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد البساطي الطائي، وجي من كبار التلاميذ الناجحين المقتدرين. كذلك إلى القنص أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري. إلى كذلك يقاس أبو عبد الله محمد بن موسى بن عابد الغماري، وجي المغربي سي المغربي. إلى عبد الخالق علي الحسني، ومقار معروف وجي اسمه ابن الفرات، زيك سعون الألقاب، ابن الفرات معروف، ابن الفرات، وهو قطب من أقطاب المالكية، هو تلميذ من تلاميذ العلامة سيدي خليل. مؤلفاته أطاس المؤلفات ديجا السكسنت، منها المختصر الفقهي اللي هو هذا مختصر سيدي خليل العلامة خليل، وكذلك كتاب اسمه التوضيح، وهو شرح لمختصر ابن الحاجب وجي المعروف بجامع الأمهات. هذا الكتاب اسمه المعروف عرف بكتاب جامع الأمهات. يسعى كتاب اسمه المناسك، يعني عنده كتب كثيرة، وطبعا كلها كتب مختصرة مركزة حاوية لأمهات العلوم. ثورة الوفاتينس من الميموث
توفي ذقاسم 13 من شهر ربيع الأول سنة 776 للهجرة. وإلا بعض المؤرخين ندخاطي ند 767 لو قاعدين 769، ولكن الراجح من الميموت 776 للهجرة. الساقي أقلاغ ذا سمزوارو ذوك سكواسا جديد الهجري 1437 سكواس ميموت راسا 661 سنة. سكواس ميموت راسا يكتب ربي غادي نشرح أنفذو شرح مختصر ينس بعد 661 سنة سكواس ميموت، يعني 6 قرون و61 سنة. قدر الله قدر الله. قبل أن نشم ذي التعريف بالمختصر إلا يوان قرنس أبو الحسن علي بن أبي حمامة يكتب قصيدة ثناء على الإمام خليل. أختار منها بعض الأبيات. إناد خللت من قلبي مسالك نفسه. أتفضل كلمة خليل تتكرر. خللت من قلبي مسالك نفسه والروح قد أحكمته تخليلا. أخليل إني قد وهبتك خلة. أخليل إني قد وهبتك خلة ما مثلها يهب الخليل خليلا. ما مثلها يهب الخليل خليلا. فخليل نفسي من يود خليلها وخلاه ذم إن أحب خليلا. الإمام القرافي ولا تنسيناد يناد اسفرو في الإمام خليل يناد فخليل الإمام بحر المعاني لم يزل بالرشاد يهدي سبيلا. أخلص القصد فالإله تعالى قد كساه من الكمال جميلا. فعليه من الإله تعالى رحمة قد علت وزكت سلسبيلا. شعر منتقى في الثناء على الإمام العلامة سيدي خليل. ثانيا التعريف بالمختصر. ثم نعرف بهذا المختصر بعدما عرفنا بصاحبه سيدي خليل. أولا قبل أن نعرف بالمختصر نقول الاختصار. ما معنى الاختصار؟ اختصار الكلام معنى إيجاز الكلام. كلام المختصر معنى موجز. ما سيظن اختصر أبرجي. اختصر معناه أوجز. الاختصار قدرة كلامية. قدرة كلامية ما عطاهاش ربي لكل الناس. ماشي أي واحد يزمر يقيميوني ذيك أين راك ديني ذي 2 دقائق راك تديني ذي ساعتين. أتفض وايض راك دياوي 3 دقائق إنك تقولش يسن يختصر. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم. أول ذا مشطوح ولكن المعنى مقر. المختصر الاختصار في المصطلح معناتها التعبير عن معاني كثيرة بألفاظ قليلة. التعبير عن معاني كبيرة عميقة بألفاظ قليلة صغيرة. خير الكلام ما قل ودل. لذلك المختصر كما سمعت قبيلة كان المختصر المنثور كان المختصر المنظوم. من المختصر مثلا أعيد فقط من باب التذكير ذاكي نقدر نتموتون من المنظوم والمنثور. المنظوم يعني شعرا. كاين المنثور اللي هو النثر مثل المختصر تاعنا. كما قلنا ثمرة الداني وقسم رسالة بن زيد القيرواني تجد المنثور.
أدفض الشرح الصغير كيف ذا الدردير المنثور، أدفض مثلا التلقين، كتاب التلقين في الفقه المالكي أيضا وقي المنثور. أتفض مثلا وقي منظومة ابن عاشر، وقي منظوم، وقي الشعر، أتفض شعر هكا. لذلك الحمد لله أن مختصر العلامة خليل يعتبر من المختصرات الكبرى المهمة. نقول لكم بعض الكلام عن المختصر. أقول كلاما مختصرا عن المختصر. حوى هذا المختصر أكثر من 200,000 مسألة فقهية. وقي المختصر أكثر من 200,000 مسألة فقهية انتي ذاك، يعني ما الصندوقي ما صار كان 200,000 مسألة فقهية معناتها لا بأس. ذا شو ذا غير لانداكي الإمام سيدي خليل بقي يعني أمضى 20 سنة في تدريس هذا المختصر. نتسى يصغرث ذي 20 سنة، وقيذ نتسى يصغرث ذي 20 سنة. إذن فهو خلاصة جهد علمي معتبر. أيضا هذا المختصر هو كتاب شامل لجميع أبواب الفقه، كل أبواب الفقه راهم هنا. زيد يلقب بالتاج الأغر، هذا الكتاب يلقب بالتاج الأغر يعني المشهور. هذا الكتاب هذا المختصر كان له القبول من قبل علماء الدنيا عبر العصور منذ أكثر من 6 قرون، أكثر من 6 قرون. وهذا الكتاب يشرح ويدرس ويحفظ ويعلق عليه ويحفظ أيضا. طبعا لقي إذن عناية فائقة من قبل علماء الدنيا. وهذا المختصر هو العمدة عند المالكية منذ تأليفه إلى غاية الآن. أرسى سقوا سميثي خدم حوالي 600 أكثر من 661 سنة. 661 سنة سقوا سمي يموت، لأن دي يموت عام 776 للهجرة النبوية. أقلا غسا نفذا سقواسا جديد الهجري 1437. سقواس يموت سيدي خليل شحال 661 سنة. في حياته كان العلماء يعتنون به حفظا وشرحا وتدريسا وتعليقا إلى غاية اليوم. نسأل الله أن نحظى بشرف هذا المقام، أن حضرنا جميعا بداية شرح سيدي خليل في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري تيزي وزو الجزائر. شروح المختصر كثيرة، وشرح المختصر كثيرة، أكثر من 100 شرح، أكثر من 100 شرح. منها شرح بهران بن عبد الله الدميري، وقي يعني تلميذ من تلاميذ سيدي خليل. من يموت نساء يموت عام 805 للهجرة، يعني منذ أكثر من 632 سنة. شرح محمد بن يوسف العبداري وقي يموت عام 897. شرح محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي يموت 942 للهجرة. شرح محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب وقي هذا الكتاب وقي جزء من أجزائه. وقي من يموت
يموت عام 954 للهجرة، 954 للهجرة. سماه مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. شروح كثيرة إلا شرح النظام، شرح الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، يموت عام 1099 للهجرة. شرح محمد بن عبد الله علي الخرشي بن علي الخرشي ويموت عام 1101 للهجرة. شرح أحمد بن عبد العزيز بن رشيد الهلالي السجلماسي المتوفى سنة 1175 للهجرة، وسماه إتحاف المقتنع بالقليل في شرح خليل. وكذا قياب الشروح نسيدي خليل أكا جماعة الخير. وطبعا ذكرت بعضا من هذه الشروح. آخر نقطة في حلقة اليوم أسباب اختيار مختصر خليل. أي غراية مثلا نختار طبعا بالتشاور باش نشرح ما يكتب ربي مختصر سيدي خليل، ماشي ذوايا ضايغر لا السباث. السباث مزواروث مختصر خليل من أهم مختصرات المالكية، ويعتبر عمدة المتون، متون المالكية. ويلقب هذا الكتاب هذا المختصر بالأغر. أيغر الأغر مشهور، يحتوى على أكثر من 200,000 مسألة فقهية، وهو كتاب جامع لجميع أبواب الفقه في حجج. أيضا السبان نظام أن هذا المختصر اشتهر في الجزائر في المغرب العربي وفي المغرب وفي الغرب الإسلامي وفي إفريقيا وفي الأندلس وفي الجزائر وفي منطقة القبائل. يتوسع يثمرت نغزيكي مغاران أكيني أولا كين سيدي خليل ذكيلسا وننسم، أكيني الشيخ الفلاني يحفظ سيدي خليل، الشيخ الفلاني يشرح سيدي خليل. أكن جماعة الخير زيد أكثر من ذلك، ما إلى الخلاف إلى النزاع يرسل أكين نروح لسيدي خليل، أكين دينا سيدي خليل. وباش تفقن باللي مزورا حملا سيدي خليل أتسمين اسماون خليل. أشحال كيسماون الساقي اسمي سن خليل خليل خليل. ميم ثذرين لان ثذرين اسمي سام ثدارت اسمي ثالا خليلي. إذن ثالا ديجا ذا العنصر الله يبارك ذامان خليلي. معناتها اسمكين خليل يلا ذك اسماون يلا ذك مكان المعنى يس الجذن غير مزورة فكان سازال إلى قنكني أسنف كزال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.